ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس الخطير بدون اي حاجات بقى، اضافات كتيره ولا الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها على النت دي. هنعمل الفول البيتي القمر ده، وهنعمل كمان الفلافل الحلوه البيتي برضو بطريقه سهله قوي وبسيطه، وبطرق بسيطه جدا وبدائيه خالص يا جماعه. ما تعقدوش نفسكم واشتغلوا في البيت واعملوا كل حاجه في البيت، هتطلع حلوه جدا. اول حاجه هنا معايا كيلو من الفول المدمس، ممكن كيلو ونص براحتك بقى، يعني حسب ما انت هتدمسي. المهم ان احنا هنجيب فول فول مدمس، وهنبدأ ان احنا ننقعه في مية سخنة بتغلي. انقعوا الفول اول ما تغسلوه الاول، انقعوه في مية سخنة بتغلي، هيفرق جدا 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 في حباية الفول. بصوا شايفين انا قعدت الفول بالظبط 10 ساعات. 10 ساعات يا جماعة، ممكن اقل مفيش مشكلة. في كل ساعتين في ال10 ساعات دول بغير عليه المية. يعني انا غيرت عليه المية بتاعته 5 مرات، وال5 مرات كانوا مية مغليين. وزي ما انتم شايفين كده حباية الفول كانت، بصوا يعني، سليمة جدا وقابة ومفتحة كده وموردة وحلوة قوي. هنا بعد ما غسلت برضك الفول خلاص بقى هسويه، غسلته بعد برضك ما نقعته، المفروض ان غسلاه قبلها. ضفت نص كوباية من العدس. ممكن تضيفي ربع كوباية لو انت بتحبي العدس بيبقى فيه بسيط، بس عموما نص كوباية صغيرة كده من العدس بتظبط جدا الفول، العدس الأصفر. ليمونة، 2 طماطم كده شيري صغيرة، ومعلقة من البابريكا، مش اكتر من كده. بالمناسبة انتوا ممكن تضيفوا معلقة من الكركم، بتصفر كده الفول وبتخليه اصفر كده كهرمان. بس لو انتوا عايزين تعملوا الفول البيتي الخطير بتاع اجدادنا وامهاتنا، يبقى فيش احسن من الطريقة اللي انا بقولكوا عليها دي. ليمون وليمون وطماطم وبابريكا بس، وبس كده. وشوية العدس اللي احنا متعودين دايما عليهم بنحطهم على الفول. بصوا بقى، اما هتسووه في الفوالة او في الحلة الضغط، او في الحله العاديه خالص زي ما انا سويت. انا كده عندي حله سيراميك سويته فيها، وكان بصوا مجرد بالظبط ساعه او ساعه الا ربع كان مستوي معايا وزي الفل. وكانت النار هاديه عليه جدا جدا. بالمناسبه انا عايزه اقول لكم الميه اللي انا ضفتها على الفول وقت التسويه كانت بتغلي زي ما انتم شايفين. وكمان اول ما بحطه على النار بخليه على النار عالية، وبعد ما يبدأ يغلي كده بعد 15 دقايق بقوم مهديه النار خالص، ومغطيه حلة الفول، وبتستوي معايا زي ما قلت لكم في ساعة الا ربع ساعة بالكتير قوي. يبقى حباية الفول زي ما انتم شفتوا كده كهرمان. تعالوا نعمل مع بعض الايه، الفول المدشوش، او نعمل الطعمية او الفلافل المصرية بطريقة سهلة قوي قوي بسيطة ومش مكلفة خالص. كيلو بقى من الفول المدشوش هننقعه في ميه، وهنسيبه ليلة كاملة. يعني مثلا قولوا من بالليل لحد الصبح منقوع، والصبح قوموا اعملوا الفلافل بتاعتكم. خلال الليلة اللي انتوا هتنقعوا فيها الفول هتلاقوا ان الفول شرب ميته. بس قبل ما تنقعوه اغسلوه كويس جدا جدا، وبعد ما يتنقع وقبل ما تسووا الطعمية او قبل ما تفرموا الفلافل او الطعمية اغسلوا الفول تاني يا جماعة، علشان بينزل حاجات كده بيضة كتيرة منه. بصوا بقى رواسب، يعني بصوا بقى هنا بعد ما الفول ما شاء الله نفش كده معايا وبات ليلة عندي. صفيت المية من عليه وغسلته كويس جدا. بدأت بقى ان انا احضر الخضرة اللي احنا هنحطها على الفلافل. هنا بقى هضيف راس تومة كبيرة. انا من الحقيقة ما كانش عندي راس تومة، انا فرمة التوم، فحطيت بالظبط معلقتين كبار من التوم المفرومين، او يعني مكعبين كده من التوم الحلو المفروم ده. وحطيت قرن شطة سبايسي، واتنين بصلاية اللي هي بمتوسط، يعني بصلاية كبيرة او بقيمة بصلاية كبيرة، بقدونس وشبت، وكرات. الكرات موجود اليومين دول، الحقوا اعملوا العجينة بتاعة الفلافل واتسحروا بيها لو انتوا الناس اللي بتحب تسحر فلافل. وبنفرم كل ده في الكبة او بنوديه في المفرمة عند اي حد بيفرم. او ممكن نضربه في الخلاط مع كوباية مية. الفلافل دي نعملها في الخلاط مع كوباية مية، بتبقى برضو حلوة جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده الفلافل بعد ما جت مش بضيف لها اي توابل خالص، ولا كزبرة ولا ملح ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص، غير لما باجي اسوي الفلافل علشان ما تسودش معاكم. هنا
الفول بعد ما هدا برضو عبيته كده في اكياس بتاع السندوتشات العاديه خالص، والطعميه برضو بنفس النظام عبيتهم على قد الوجبات او على قد الوجبه بتاعه الاكل. اعملوا بقى زي ما انتوا حابين. ممكن في ناس بتحب تفرزها في علب، يعني الاكياس ما بتاخدش مساحه، لان الطعميه عموما او الفلافل اكياسها صغيره فبتحط فوق بعضها وبس خلاص. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من الفيديو. ما تنسيش طبعا اللايك والشير. اشوفكم على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.